هذا الفيديو كامل ديال هذاك السيد مسكين اللي جا من تارودانت وجاب بنته للدار البيضاء باش تقرا في لافاك، ومن بعد كيتفاجئ انهم تيقولوا ليه واخا يجي الملك بنتك ما تقراش. خليكم باش تعرفوا السبب حتى قالوها ليه، وكنتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو. الملك يجي لهنا الله لا دخلت هاد البنت هادي بحالك. هذه هي المهمه. مشينا سيدي صوبت جبت هاد الشيء ومشيت لعندهم قلت لهم الله يخليكم راه البنت ما مقيداش في الست، حيت ما جاوبوا ليهاش حتى تسدات الست. فهمنا؟ ملي تسدات الست سيدي مشينا قالوا لك سيدي ما كايناش شيء، واحد السيمانه رجع ربما تحل الست. دوزات 10 ايام عاد لاحوا جداد اللي غيدخلوا الحي الجامعي جداد. حنا ما مقيدينش في الست حيت ما واجبوا ليها شيء حتى تسد. وجايين منها اكادير اللي هما بعد هما الاولين يدخلوا الحي الجامعي. مشينا سيدي ديت الوريقات قلت له دابا الست ما كايناش، قال لك اسيدي ما مقيدش في الست راه صافي تسدات. مشيت عند السيكريتي رغبته قلت له ودي غادي ندخل نشوف المدير. شنو قال لي هذا السيكريتي؟ قال لي سير حتى لواحد شويه على ما يخرج المدير. قلت له انا باغي نشوف المدير. قال لي قلت لك سير حتى شويه على ما يخرج المدير واجي دخل. حنا هاد المسؤولين عندنا الا بغيتي تطلبهم دايرين لهم 4 البيبان ولا 5 باش توصلهم انت اللي مضرور. هذا راه خصو يكون في الباب باش تحكي ليه اشنو تيضرك، ماشي انت داير الاعوان ديالك وحابس علينا الطريق. كي غتوجههم؟ يلا. المهم بنتي واخي العزيز اش غادي نقول لك، لا اله الا الله. في الوقت اللي جلالة الملك خصص ميزانية كبيرة للصحة والتعليم في المغرب، حشومة نشوفوا مشاهد بحال هذه.